الموضوع بالنسبه لي تكليف اكتر منه تشريف. هل معناه انه الناس لسه بتحب الجيش ام انه تضامنا مع من سيترك الجيش؟ الناس تحب القوات المسلحه الى درجه العشق، والشعب الان بصفته الاب الشرعي للجيش المصري يجب ان تساعدوا الجيش المصري. ساعدوا الجيش الان. انا لن اتحدث عن القوات المسلحه، فهي جزء من الشعب. القوات المسلحه جزء من الشعب. القوات المسلحه جزء من الشعب، ولا تعتقدوا ان القوات المسلحه بمنهى اخر، ولن تكون. القوات المسلحه لن تكون بمنهى عن الشعب. الجيش هو جيش الشعب. الجيش هو جيش الشعب. المواد اللي عايزين يمرروها، انا ما كنتش عايز اتكلم عن الموضوع ده لكن هتكلم. المواد اللي عايزين يمرروها بان الجيش يبقى له وضع، يعني هذا خطر جدا. الموضوع ده خطر. الموضوع ليس حمايه للجيش، انما حمايه للقاده، انما حمايه لقادته ان يستقلوا بميزانيته ويستقلوا باقداره، ونحن نرفض هذا. نحن نرفض هذا. الجيش ملك الشعب. كنت تقول منذ قليل ان المشير ليس هو رجل المرحله، على الرغم من انه هناك حديث عن ربما تهدأ الاجواء حينما تقبل استقاله شان شرف وتشكل حكومه من دكتور ابو الفتوح ودكتور البرابعي، فربما هذه الاشياء تهدئ من الوضع ام ان الرحيل هو الخيار؟ لا، الرحيل، الثوره لا تعرف الان انصاف الحلول. الثوره عادت الى الميدان، ومن يقمع هذه الثوره فهو آثم قلبه. من يقمع هذه الثورة لا يستحق أن يكون مصريا. من يحاول إقماع الثورة؟ أنا عندي اعتراض على موضوع الفلول. يعني لم نجد خطابا وطنيا يوحد الجميع. لن نجد الجميع غير قادر على التواصل مع الشعب لأنهم ليسوا رجال المرحلة. مفيش خطاب وطني يؤلف ويوحد قلوب المصريين. مفيش للأسف. مفيش إجراءات وطنية من شأنها أن تهدئ، أن تقول لهذا الشعب أن الثورة في اتجاهها الصحيح. هم استلموا مصر في وقت كان الشعب معبأ، كان الشعب قادر على فعل المستحيل، وأقولها الشعب المصري قادر أن يحلق بعيدا عما هو فيه. ولكن أليس برضه هو نفس الشعب الذي استقبل الجيش بالحفاوة أيام الثورة؟ هذا الاستقبال الذي لن تنساه على الأقل عدسات الكاميرات. وأنا أقول لك هذا الشعب استقبلني بهذا المنظر وأنا من الجيش. استقبلك لأنه يرى أنك ضد ما يحدث الآن. الجيش المصري ضد ما يحدث الآن. معظم ضباط الجيش المصري ضد ما يحدث الآن. يا جيش مصر، أفيقوا 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 أيها الضباط، أفيقوا. ما بياخدش الروح اللي خالقها، صدقوني ما بياخدش الروح اللي خالقها. يجب أن تكون مصر